نعم، معالي الوزير، أكدتم أيضا أن كل العمال استفادوا من زيادات في الأجور بلغت 53%. ربما هل تشمل هذه النسبة موظفي كل القطاعات دون استثناء؟ وهل هناك فئات ترى الوزارة أنها ما تزال بحاجة إلى إعادة تقييم ربما؟ لا، هي زيادات مست كل القطاعات، واستفاد الموظفون كلهم من هذه الزيادة التي جاءت تقريبا كل سنة، وقد بدأت في سنة 2020 عندما أقر رئيس الجمهورية بإعفاء من الضرائب كل الدخل الذي لا يتجاوز 30,000 دينار جزائري. والفئات التي كنا نعتقد أنها ربما بقيت غير معنية بالزيادات تم استدراكها بالزيادات الأخرى في سنة 22 و25 و24 وكل السنوات. وآخر زيادة ما أقره السيد رئيس الجمهورية ابتداء من أول جانفي 2026 في ما نسميه بالأسنمجي، وهو الأجر القاعدي المضمون الذي ارتفع إلى 24,000 دينار جزائري، والزيادة الأخرى التي ستكون أيضا من خلال قراره برفع المنح والمعاشات للمتقاعدين.